اتكلمنا اوريدي عن هدوب ماب ريديوس وعملنا بيه كام اكزامبل على داتا سيت كانت نظيفه شويه الصراحه. اوريدي متظبطه ومترتبه، كل حاجه زي الفل. فالماب ريديوس عملنا ريديوس، بس الفكره ان الماب كانت شغلته سهله. ان ال الكود نفسه، ان قصدي الداتا سيت نفسها يعني متنظفه ومت مت وسليمه، ما فيهاش حاجه غلط، حلوه كده اوريدي اصلا متجهزه. وعملنا بيها كام كويري. بس الحاجه الاخيره اللي عايز اتكلم عنها واللي الناس بتعملها معظم الوقت في الهدوب ماب ريديوس، ان هو انت ما بتعملش الاناليسيس والحاجات دي بهدوب ماب ريديوس قوي. انت بتستخدم التولز اوريدي، يعني الداتا دي كده عباره عن شكلها شكل عامل زي الداتا بيس اوريدي معايا. فالناس بتستخدم برامج زي مثلا تابلو ولوكر مثلا وحاجات كده، بتعمل نفس الموضوع الاناليسيس اللي احنا بنعمله ده. فلو مثلا شفنا تابلو عامل ازاي، تمام، سيبك من الفيديو. لو نزلنا تحت شويه، تابلو عباره عن اناليتكس دراج اند دروب على داتا سيت معينه، تعرف تعمل بيها تشوف اوريدي انسايتس عن الداتا بتاعتك عامله ازاي. وده شكل الداتا بيز بتاعته مثلا. فاللي هو ده نفس بالظبط منظر الداتا بتاعتنا، يعني هي بالظبط كولومز كده، كولومز متقسمه. فهي اوريدي انت بتحضر الناس بتعمله، انت بتستخدم هدوب ماب ريديوس عشان تحضر الداتا، تحطها في داتا بيس، تستخدم عليها تولز زي دي، عشان التولز دي اوريدي اوبتمايزد انها تعرف تعمل لك اناليسيس وحاجات كتيره مفيده تفيدك على الانسايت بتاعك بتاعت الشغل بتاعك. وفي مثلا جيو سبيشال داتا، في مليون حاجه ممكن تعملها بتنيبها التولز دي اوريدي، ده تخصصها، فطبيعي انها كويسه جدا فيها. فانت تشوف لو عندك geographical data، تشوف مثلا تقسمها للريليفنسي بتاعتها، للهيت ماب بتاعتها على الخريطه مثلا. حاجات كده ممكن تعمل مليون حاجه، ممكن تبريدكت، ممكن تعمل اناليتكس. وكل ده باستخدام التولز اللي انت بتستخدم هالروت ماب ريديوس عشان تحضر لها الانبوت بتاعها اللي هو شكله عامل كده. تول تانية برضه مشهورة اسمها لوكر، بتعمل نفس الموضوع. لوكر بتنافس تابلو. تابلو ده بقى له كتير في السوق، ولوكر ده لسه جديد، طلع له 3 4 سنين ولا حاجة. وده المفروض اللي هو الرايزنج ستار يعني. ده برضه بينافس تابلو في الاناليسيس، ان انت برضه تملى داتا سيت، تملى داتا بيس بتاعت الداتا سيت بتاعتك وتعمل عليها الاناليسيس اللي انت عايزه. ودي الكاستمرز بتاعهم برضه اسامي كبيره كلها. في برضه حاجه كمان مثلا اسمها سبلانك. سبلانك ده بيشتغل على الرو لوجز اللي احنا هنشتغل عليها دلوقتي برضه. ده في الواقع ممكن تطلع منه انسايت من الرو لوج قبل ما تنضفه اصلا. تمام. فانا كده اتكلمت شويه عن التنظيف، بس ما وضحتش. وفي حاجه كمان اسمها سبلانك، بس ده بيشتغل على الرو ماشين داتا، بيشتغل على الرو لوج اللي احنا هننضفه، اللي هو الاوتبوت بتاعه، الاوتبوت النظيف اللي طلع لنا هنا ده. ده في الواقع مش الانبوت الاساسي للسيستم ده، يعني اللي بيخليك بيبقى رو اكتر من كده، بيبقى حاجه شكلها ملخبط شويه، واحنا بنرتبها ونطلعها زي كده عشان نعرف نحطها في داتابيس نعرف نشتغل عليها. سبلانك تعمل الحاجات اللي بتعرف تشتغل على الرو لوجز مثلا، بتوضح له كل فيلد عباره عن ايه، وهو بيعرف يعمل اناليسيس برضو على الرولوجز. مش محتاج حتى ان انت تعمل ماب ريديوس اوقات عشان تفهم اللي في اللوج. تمام. فانا اتكلمت عن، قلت كذا مره كلمه رولوج، بس ما وريتكمش اكزامبل من الرولوج. فانا برضو عندي اكزامبل انا الرولوج هحطه في الديسكربشن تحت الفيديو، اسمه اكسس لوج. وده كده منظر للديتا في شكلها الطبيعي، زي ما ممكن نقول شكلها في الطبيعه. هي عبارة عن كولكشن من السطور اللي مع بعض بيعبروا عن حاجة، بس انت تفهمها، بس عشان تحطها في داتابيس الموضوع مش واضح، الموضوع ملخبط. عايزين ناخدها نرتبها بحيث تبقى شكل انضف من كده شوية. فده منظر الداتا مثلا، ده منظر رو لوج ممكن تشوفه في الطبيعة. بيبقى حاجة عاملة زي كده بالظبط. يعني شايف الفرق بين ده، بين ال purchasers.txt، تمام، مترتب وحلو وكل حاجة. والفرق بين ده وبين الاكسس لوج سوري، الاكسس لوج رو جدا، بيسك جدا، ما فيهوش ما بيتفهمش في اي حاجه، مفيش اي حاجه فيه منظمه. لازم نبارسه عشان نفهم هو عامل ازاي بالظبط. فاللوج عباره عن اي بي، او الاي بي بعد كده هو مبدئيا لوج السيرفر. السيرفر بيلوج الريكوست اللي بتجيله. فهو عباره عن الاي بي اللي بعت الريكوست، والتاريخ اللي حصل فيه الريكوست، وايه نوع الريكوست، وايه الريكوست كان بيريكوست ايه. فده مثلا بيريكوست صور،
whatever. بعد كده البروتوكول بتاع الريكوست، بعد كده الستاتس الريسبونس كان اوكي ولا فيلد، بعد كده السايز بتاع الريسبونس، لو الصوره مثلا كانت كام بايت او كده. فده كده اكزامبل للرو انبوت. شويه يعني الرو انبوت في العادي في الواقع لما لخبط اكتر من كده بمراحل، بس ده ما زال برضو ده اكزامبل ان ده مش اكسسبل قوي انك تعرف تعمل اناليسيس عليه، او تعرف انك تحطه في داتابيس من غير ما تعرف تشتغل من غير ما تنضفه شويه. فده برضه حاجه من الناس بتعملها في ماب ريديوس، بتعمل مابر ياخد الفايل ده ينضفه ويرتبه، والريديوسر ما بيعملش اي حاجه في الاخر، الريديوسر بيطلعه تاني زي ما هو. بتاخد الفايل ده تروح تدمبه في داتابيس او اي حاجه. فده اللي احنا هنعمله مع بعض، ده اخر ابلكيشن للحاجات اللي ممكن تعملها بالهدوب ماب ريديوس. تمام. فخلينا نعمل اخر باكج نسميها clean access log. تمام. والمابر بنسبه كبيره بقى شبه دولت، بس المابرز والريديوسرز غير شويه كويسين. كابيهم. تمام. نشتغل على المابر الاول. اول حاجه لازم ناخد بالنا هنا فيها في المابر، ان المابر دلوقتي شغلانته مختلفه تماما. المابر مش عارف يعني، لازم نكتب المابر بنسبه جديده من الاول، عشان المابر شغلته مش مختلفه. المابر هنا مبدئيا مش هيعد توتال سيلز ولا هيعمل اي حاجه. ده ريديوسر سوري. المابر مش هيطلع يعني برضو. خلينا نفتح المابر الاول. اول حاجه لازم ناخد بالنا منها ان المابر هنا هيبقى شبه القديم شويه. هيعمل نفس الفكره، اللي هو هيمشي على الفايل ده سطر سطر ويعمل فيه حاجه، هينضفه بالنسبه لنا، يطلع منه الايتمز بتاعته. بعد كده هناخد الايتمز دي نحدد كي وفاليو وهنقمتها. تمام. ده اللي احنا عايزين نعمله. فاول حاجه كالعاده ان احنا عايزين لاين elements هنفورمات وسبليت، ونطلع بحاجه نتشيك حجمها. تمام. فخلينا نعمل كده. احنا عايزين نطلع بالفايل ايه؟ عايزين نطلع الاي بي والتاريخ والوقت لوحدهم، بعد كده الايتم اللي كان ريكوستد، والبروتوكول والستاتس والسايز اوف ريسبونس. تمام. الداتا سايز ده اللي احنا عايزين نكستراكته من كل سطر، بحيث ان نطلع داتا سيت مترتبه ونضيفها زي purchases.txt اللي هو الفايل التاني. فهنبدا ازاي؟ نفس الفكره برضو. البوينت اوف انتري بتاعتنا فورمات اند سبليت. تمام. دي اول فانكشن هنعملها. تمام. بس شغلتها هنا مختلفه شويه، هي بس مش هتسبليت على السيبريتور، هي هتعمل حاجات كتيره في الواقع. هتعمل اول حاجه ان احنا عايزين نجيب النص عايزين نقسم السطر نصين زي ما تقول. النص الاولاني اللي هو فيه الاي بي النص الاولاني اللي هو من اول هنا يبقى فيه الاي بي والتاريخ، والنص التاني اللي هو هنا او مثلا من اول هنا في الواقع هيبقى فيه الباقي، هيبقى فيه الطلب والبروتوكول والستاتس والسايز. فاحنا في الواقع عايزين نسبليت برضه، بس هنسبليت على حاجه تانية. عايزين نسبليت على ايه؟ عايزين نسبليت على get. لو جبت اللاين وقلت له ان انا سيبك من موضوع السيبريتور ده خلاص، مش عايزين كاستم سيبريتور، مش فارقه معانا، احنا كده كده هنعمل كل سطر نفس المعامله، مش محتاجين كاستمايزيشن. فاللاين دوت سبليت هنقسمه على ال get بعد كده مسافه. تمام. وناخد بالنا هنا ان انا حاطط سنجل كوتيشنز عشان اعلم بيها سترينج، عشان استخدم جوه الدبل كوتيشنز، عشان انا عايز اسبليت على دي كده دبل كوتيشنز جوه السترينج، فانا كده هسبليت هقسم بالظبط عند النقطه دي. في الواقع ممكن اعمل حاجه احسن كمان، احط مسافه واسبليت على النقطه دي بالظبط. يبقى انا كده هقسم من اول هنا لحد هنا، ده كده نقطه الفصل بتاعتي. يبقى النص اللي قبلها اللي على الشمال هو الاي بي والتاريخ والوقت، والنص التاني هو الحاجات اللي اتطلب فعليا. تمام. ده كده هيرجع لي 2 elements هنسميهم حاجتين، هنسميهم اي بي اند ديت. تمام. ده كده الاي بي اند ديت الجزء الشمال، والجزء التاني اللي هو ال HTTP request ذات نفسه. تمام. دول كده الاثنين اللي طلع من الفورمات اند سبليت. عايز ابارس الاي بي والديت من الاي بي اند ديت سكشن، فهعمل الاتي. عايزهم الاول يكونوا عاملين ازاي؟ عايز الاي بي لوحده، وعايز الديت لوحده، عايز الدي لوحده، وعايز التايم لوحده. واعمل فانكشن جديده اسميها مثلا parse اي بي اند ديت. تمام. وبتاخد الاي بي اند ديت اللي هو الجزء اللي على الشمال من السطر، تاخد ده، واقول له create للفانكشن دي الله يكرمك.
تمام، عندي الفانكشن دي عايز اكتبها دلوقتي. الفانكشن دي هتعمل ايه؟ اول حاجه هبقى عندنا الجزء ده من الكلام. لو عملنا سبليت على الموضوع ده هيبقى عندنا النص الشمال منها الاي بي والنص اليمين هيبقى التاريخ، هيبقى اللي هو التاريخ جوه الاقواس المربعه دي. فده اللي احنا عايزين نعمله. فاول حاجه هنعملها ان نقول له ان الاي بي كده اقدر اجيب على طول، والديت بارت هو عن الاي بي اند ديت دوت سبليت على السترنج العجيب ده. هو غالبا ده بالمناسبه فيلد اي بي تاني ولا حاجه، اللي هو ريدايركت اي بي ولا حاجه، بس احنا هنطنشه دلوقتي، احنا هنستخدم بس اول اي بي. تمام، هنسبليت على ده. يبقى كده عندي الاي بي جبته خلاص اوريدي، عايز بقى ابارس الديت بارت اللي هو الجزء اللي ما بين الاقواس ده. تمام، اللي هنعملها في كمان فانكشن عشان يبقى الكود واضح. ففي فانكشن معينه هتديني الداي والتايم اوف داي اللي هو اليوم والساعه، واقول له اكستراكت ديت من الديت بارت. ده الفانكشن دي، خلينا نعرفها. الفانكشن دي عامله ازاي؟ الفانكشن دي ببساطه هتبقى عباره عن الاتي. هنستخدم اللايبرري اللي هي ديت تايم بتاعت بايثون، from date time import date time. في اللايبرري بتاعت date time ممكن فيها functions ممكن تفورمات بيها، يعني تعمل date time object اللي هو بتاع بايثون من string، بعد كده تستخدم الاوبجكت ده انك تقعد تمانيبيوليت ان انت تطلع الاوتبوت اللي انت عايزه. فده اللي احنا هنعمله. فاول حاجه نشيل الاقواس المربعه اللي على الشمال واللي على اليمين دي. تمام، هستريب عشان نشيل وايت سبيسز لو في، وريبليس القوس الشمال empty string. بعد كده هريبليس تاني، هكاسكيد الكول بالقوس اليمين empty string برضه. فانا كده بقى عندي الحته اللي في النص دي بالظبط، واسمه with tz عشان الحته دي ليها نيجاتيف 0700، ده التايم زون بتاعه التايم ده. فانا عايز احتفظ بالانفورميشن دي عاده يعني لما تبارس ديتس. تمام، فانا كده عايز اعمل من ده دلوقتي، عايز اعمل منه date time object عشان اعرف المانيبيوليتور الاوتبوت اللي انا عايزه. فهقول له date time دوت strp time. دي الفانكشن اللي بنستخدمها عشان حتى بيقول لك الارجيومنتس بتاعتها اهي. strp time بتاخد هو مش راضي يكملها. strp time بتاخد كذا حاجه، ما علينا. المهم الاوردر اللي الحاجات بتاخدها فيه، لو بتاخد اول حاجه السترينج اللي انت عايز تبارسه، هي دي بارس تايم يعني string parse time. وبعد كده تديله الفورمات اللي انت عايزها. الفورمات بتاعتنا في known elements كده بتحطها تبين انت عايز تعمل ايه. فاحنا عايزين ناخد اول حاجه اليوم، فده %d. بعد كده في forward slash اللي هي دي، خلينا نكوبي كده في كومنت فوق عشان اوريكم المطلوب. فاللي احنا عايزين نعمله ده، فاول حاجه دي، بعد كده في سلاش اهي حطها. بعد كده الشهر باول الاختصار اول 3 حروف دي عباره عن بي. السنه upper case y. بعد كده في كولون. بعد كده هيخش الساعه اللي هي h capital %h سوري. بعد كده الدقيقه اللي هي %m. بعد كده الثواني اللي هي %s. تمام كده عندي كل حاجه. انا اجيب التايم زون. التايم زون اقول له سبيس عشان في سبيس مكانهم، والتايم زون العلامه بتاعتها زد. تمام، فانا كده بقى عندي الديت تايم اوبجكت. في الديت تايم اوبجكت انا ممكن اعمل منه حاجتين. انا عايز اطلع الداي والتايم اوف داي، فاقول له الداي عباره عن الدي تي دوت ديت. دي بتشيل جزء الوقت من التاريخ، وايزو فورمات هيرجع لي في الفورمات اللي انا عايزها، اللي هي الايزو فورمات اللي هي هتبقى في تاريخنا ده 2009 داش 06 داش 15، تبقى عامله كده بالظبط. فدي الفورمات اللي انا عايزها في التاريخ. تمام، ده الداي. نفس الكلام في التايم اوف داي هيبقى عامل ازاي؟ هقول له دي تي دوت تايم، نفس الفكره برضه. ده هيكستراكت جزء التايم من الديت تايم اوبجكت، ويطنش الديت، وهيرجع لي ده في فورمات اللي هي دي بالظبط. تمام، فانا كده ريحت على نفسي ان انا اقعد اعمل حاجه تحول ما بين جولاي ل6 وتفهم الاوردر وكده. هو الفانكشن دي كده وديته للديت تايم اوبجكت، وهاخد منه اللي انا عايزه على طول، وهرجع الداي والتايم اوف داي. تمام، فده كده الفانكشن دي خلصت. دي كده هترجع الاي بي والداي والتايم اوف داي، دي هترجع لي الثلاثه دول. تمام ماشي، فده كده اول جزء. تاني جزء عايز ابارس ال HTTP ريكوست ذات نفسه. فاحنا عايزين منه ايه؟ 4 حاجات. عايزين منه الريسورس المطلوب،
والبروتوكول والستاتس والسايز. فده اللي عايزين الفانكشن ترجعه. عايز فانكشن تديها الريسورس والبروتوكول كانت ايه التالتة؟ الستاتس، بعد كده الداتا سايز. تمام. ودي فانكشن تانية هنسميها parse http request زي ما هنعمل وهديها ايه جزء ال http request نفسه. ونكتب الفانكشن دي هتعمل ايه؟ الفانكشن دي نظريا سهلة يعني. احنا كل اللي عايزين نعمله بس ان احنا عايزين نشيل الكوتيشن التانية دي. تمام. عايزين نشيلها، فهنعمل نفس زي ما عملنا في الريبليس هنا، هنعمل حاجة شبهها. فهنعمل ايه؟ هقول لك انها cleaned بتساوي http request هي http request dot replace الدبل كوتيشن ب empty string. كده انا شلت الناحية التانية من الجت. تمام. وهعمل الاتي، هسبلت على وايت سبيس زي ما احنا شايفين. في هنا يعني في هنا empty space قصدي، في empty space وempty space وempty space، في هنا space بين كل واحدة. فانا هسبلت على space، يبقى انا خلاص كده جبت الاليمنتس. فاقول ان الريسورس والبروتوكول والستاتس والداتا سايز ده عبارة عن cleaned dot split على الوايت على المسافة. ده كده هيجيب لي الأربعة elements دولت، وأنا عايز return ده في الواقع. return the resource والبروتوكول والstatus والdata size، وهريترن الأربعة دول. فأنا كده بقى عندي كل حاجة. أنا كده في الواقع خلصت الفورمات and split. هقول له إن أنا عايز return كل حاجة بقى. بس هنا عايز أرجع كل حاجة، ممكن أحطهم زي ورا بعض كده، بس هنا يهمني أنا عايز أرتبهم على إيه عشان ممكن تسهل عليا بعدين يعني. يستحسن عادة دايما ترجع الكي اللي انت عايز تماب عليه وتدوس عليه اول حاجه. فانا بالنسبه لي هنا في الواقع ممكن يا اما اختار الاي بي يبقى هو الكي بتاعي، بس الاي بي بيتغير فانا مش مستريح كده. ممكن اختار الريسورس يبقى الكي بتاعي اللي هو كل ريسورس من دولت الطلب كام مره. بس انا غالبا افضل اخليها بالتاريخ، يعني هخلي الكي هو التاريخ عشان تبقى شايف كده بالترتيب كل حاجه حصلت ازاي. مش تفرق على الاطلاق، كده كده الداتابيسز دي لما تلود الفايل فيها اللي هو الفايل النظيف هتعرف تتصرف مع كل الفورماتس اللي انت هتديها لها يعني. بس انا بالنسبه لي افضل ان انا احط الداي الاول. فهرجع انا بالنسبه لي الداي اول حاجه، بعد كده التايم اوف داي اللي انا سميته هنا تايم، سميته تايم اوف داي عشان في اوريدي بايثون لايبرري اسمها تايم، فعشان بس ما نلخبطش نفسنا. فهنرجع تايم اوف داي، وبعد كده نحط ايه تاني بعده؟ الاي بي ماشي، بعد كده الريسورس اللي اتطلب، بعد كده ايه البروتوكول اللي طلب بيه، بعد كده ستاتس الرحله لا، بعد كده داتا سايز. ده كده الاوتبوت النهائي. تمام. فده كده اللي المفروض هيرجع لي هنا في لاين elements زي ما احنا شايفين دولت مش 6 دولت 7 دلوقتي. فلازم نشوف التشيك دلوقتي يبقى لو مش ما طلعليش 7 من الفورمات 6 في حاجه حصلت غلط يبقى طنش. و ايه مش عايز احدد ان الاليمنت 7 مش هاممني في الواقع اي حاجه من الحاجات دي عشان انا عايز اوتبوتهم كلهم كده كده. فانا هعمل الاتي، هعملها مختلفه شويه المره دي. انا هقول ان الكي بتاعي هو عباره عن الاليمنتس اوف 0 اللي هو اول واحد خالص، اللي هو كان اللي انا لسه عامل له اوتبوت بنفسي، اللي هو الداي، هو ده الكي بتاعي. والفاليو اللي انا عايز امتها هي عشان لازم تبقى string، فهي سبيس ان انا هجوين اللاين elements كل حاجه ما عدا اول واحد. تمام. فدي كده الكي اللي هو 0 اللي هو الداي، والباقي كله هو الفاليو. ده كده انا عايز ابوت الداتا بتاعتي كده، ومش عايز مانث خلاص، فممكن اشيل الفانكشن دي، مش اللي هي الجيت مانث ريليت مش هستخدمها خلاص. تمام. وكل اللي عايز اعمله دلوقتي ان انا عايز امت الكي والفاليو، مش كي وكوست، ده كان الفيديو اللي فات، كي وفاليو. فكده المفروض المابر شغال معايا. تمام. خلينا نشوف المابر الاول، نحاول نشغله في اللوكال الران اللوكال بتاعتنا في بايثون لوكال ونشوف اللي هيحصل. انا عندي في بايثون بروجكتس MapReduce تمام. اول حاجه هنحتاج سامبل. انا كنت عامل سامبل 50 سطر من الفايل الاولاني اللي هو purchase. عايزين نعمل سامبل زي دي برضو عشان نعرف نشتغل بيها. فهنسامبلها ازاي بكوماند اللي هو head-n. head يجيب لك اول n من الفايل اللي انت هتقول عليه. فانا عايز مثلا اول 1000 سطر مثلا، ممكن نكبر شويه، اول 10000 سطر مثلا من الفايل اللي هو كان في داونلودز اظن. هو في داونلودز اكسس لوج. هحطهم هنا في كده تعمل الموضوع ده اللي دي بايب، او تدمبها يعني تدمب اللي هيطلع من ده في لوج سامبل مثلا.
فكده هنبص هنلاقي ان هنا في فايل اسمه log sample، وهو في عباره عن 10000 سطر اللي احنا حاطينه. عايزين نجرب الكود بتاعنا عليه. الكود بتاعنا كان في MapReduce تاني، في access log باين، ولا كان اسمه ايه؟ clean access log. تمام. الكود بتاعنا هنا اهو، انا عايز اقول له python mapper دوت باي. اول حاجه عايز اعملها طبعا، طب خلينا نعملها من مطرح ما الفايل موجود عشان يبقى عشان نافيجيت كتير. فهكات الفايل للمابر بتاعي اللي هو جوه MapReduce clean access log mapper. تمام. بعد كده هسورت الاوتبوت -k11 واشوف اللي هيحصل. هيطلع لي ايرور. الايرور ده عشان انا شغال ببايثون 2، والبايثون 2 في الواقع في باج في ان هو يفهم التايم زونز، صلحوها في بايثون 3. فاحنا عايزين دلوقتي نستخدم بايثون 3. في الواقع ده ممكن يتحل بحاجتين. ممكن لو حطيت هنا بايثون 3 ممكن تشتغل ثانيه، يبقى لازم عشان برضه كده كده بران بايثون 3. بس عامة كده كده هنحتاج نغير دي برضه بعدين. شغال هنا الاول كده نشوف. تمام. فكده عمل ده الاوتبوت اللي هيطلع مني اللي انا مستنيه بالظبط. فاللي هو الديت، الساعة، الاي بي اللي طلب ايه، وايه البروتوكول اللي طلب بيه ونجحت، ولا ايه الستاتس، بعد كده حجم الريسبونس. فاللي هو لو حاجة مثلا تانية، الاوتبوت كبير كده ليه؟ اي حاجة نجحت يعني، فده مثلا نجح. فاللي هو ده في التاريخ ده، في الساعة دي، الاي بي ده طلب الصورة دي وبالبروتوكول ده ونجحت، وردينا عليه بالحجم ده من البايتس. تمام. فده كده معناه ان المابر بتاعنا شغال. انا كنت بتكلم عليه في موضوع بايثون 3 ده، اللي احنا بنحطه هنا اسمه شي بانج، وده بيحدد لما هدوب يرن السكريبت ده هيحدد هيستخدم انهي بايثون. فاحنا لازم نقول بايثون 3 هنا على اساس موضوع التايم زون ده يشتغل في هدوب. فده كده المابر بتاعنا شغال المفروض. بس انا مستغرب انه شغال يعني، المفروض ده مش كلين. خلينا نجرب. طب نشغل على الفايل الكبير ذات نفسه ونشوف هيطلع لنا ايرز ولا لا. هتاخد شويه وقت اكتر بس خلينا نشوف. اوكي شغال عادي من غير اي مشاكل، دي حاجه كويسه. ماشي خلاص، يبقى كل حاجه زي الفل. ماشي. احنا كده بنابط الابوت ده، عايزين نحطه في الريديوسر. بس في الواقع الريديوسر بتاعنا مش هيعمل اي حاجه، عشان هو كده في الفورمات كليند اوريدي. فانا بس عايز الريديوسر ياخده يحطه في فايل تاني، مش هيعمل اي حاجه على الاطلاق. فالريديوسر بتاعي في الواقع ما بيعملش اي حاجه على الاطلاق. ليه؟ عشان انا اوريدي مش عايز اعمل statistics ولا عايز اعمل اي حاجه. انا عايز اخد الفايل ده انضفه اطلعه تاني بصيغه انضف باستخدام الهورس باور بتاعت الهادوب كلاستر. ففي الواقع الريديوسر مش هيعمل اي حاجه من الحاجات، ولا له دعوه باي بطيخ. هو كل اللي هيعمله ان هو هيمت بس اللي هيجيله، ولا حتى هيفورمات كمان. ولا لا، المفروض يفورمات. لا خلينا فورمات طبعا عشان نتاكد. بس الفكره مش هيحسب توتال سيلز، مش هيعمل اي حاجه. ولا يهتم بالموضوع ده، ولا يفرق معاه ان الكي اتغير ولا لا. كل اللي هو هيعمله ان هو هتجيله حاجه هيقمتها. تمام. هيجيله لاين elements هياخدها زي ما هي كده، حتى مش هيبص، هيقمت اللاين elements تاني عشان يجمع الفايل النظيف تاني. الفكرة ان كل مابر مثلا سي عندك 10 مابرز، كل واحد هيديك عشر الفايل، فالريديوسر هيجمعهم يحطهم في فايل واحد تاني. فعشان كده الموضوع مطلوب يعني. تمام. فهتاخد فورمات وتسبلت على السيبريتور اللي هو احنا في الاميت هنا لسه لازال تاب. فاللي هو اللي هي دي، فاللي هو الفورمات لازال الديت التاريخ، بعد كده تاب، بعد كده بقيه الداتا. فده اللي هيعمله، هياخد الموضوع ده يقسم على ده، والفورمات سبليت قصدي هتاخد الموضوع ده وتسبلت على السيبريتور، ويرجع لك تو elements اللي هم اللاين اوف elements هيبقى لسه of two elements. line elements of 0 هتبقى الدي، واللاين element of 1 هتبقى بقيه الداتا. فعشان كده اللي انتهى 2. وهتاخدها تقمتها زي ما هي. الفانكشن دي بتشتغل على الليست. ده كل المطلوب مننا ان احنا نعمل ريديوسر. خلينا نجربها تاني لوكالي. ماشي. نعمل كده ونقول له نفس الكلام بايثون 3 map reduce clean access flag reducer.py. في الواقع المفروض يطلع نفس الاوتبوت زي ما هو بالظبط. كل حاجه المفروض تبقى زي ما هي، عشان هو الريديوسر ما بيعملش اي حاجه غير ان هو نظريا لو عندك 50,000 مابر ان هو هياخد الاوتبوت بتاع كل واحد يجمعهم يعمل لك الفايل تاني الكبير بطريقه distributed، يعني يطلعه بالطريقه النظيفه. ودي كده فورمات انضف شويه من اللي احنا شفناه قبل كده، على اساس ان احنا لو حابين نران كويري برضو عليها ممكن نران كويري، او ممكن ندخلها في داتابيس للاناليسيس سيستمز نعرف برضو نشتغل بيها.
ف اخر حاجه خلاص هنعملها هنشغلها في الهادوب كلاستر ونشوف هتبقى عامله ازاي. هنبني الكوماند زي ما عملنا الكوماند في المره اللي فاتت، هو نفس الكوماند برضه بس المره دي هنغير حاجه مختلف، هنغير ايتم سيز بير مانث نوديه للمابر الجديد. في حاجه مهمه نسيتها هنا، ده لازم برضه يبقى بايثون 3. في الواقع الريديوسر مش فارق معايا بايثون ولا بايثون 3، المابر بس هو اللي تفرق معاه عشان الموضوع التايم زون. ماشي خلاص مش فارقه. فعايز اجايدها للدايركتوري الجديده اللي هي كلين اكسس لوج. سوري. بس عايز اقول له ان انت هتاخد الفايلات دي عندك وهترن المابر ده والريديوسر ده. الانبوت بتاعك مختلف، لازم نحط الانبوت الاول في الكلاستر عشان مش موجود. فكنا بنحط الفايل ازاي لو تفتكروا، بنستخدم copy to local اللي هي كانت عامله ازاي. قلت لك ثانيه نعمل هدوب دي اف اس. تمام. داش هيلب كانت انا واحده في دولت، واحده من دولت كانت ما مش مستاهله، مش هدوب دي اف اس copy from local كان الكوماند عامل كده. بعد كده بتقول له انهي فايل لوكالي وبعد كده نحطه فين. فانا عايز اكابي الفايل اللي هو عندي في الهوم سوري هوم جاني داونلود اكسس لوج، عايز اكابيه احطه في اليوزر. فاقول له كابي فروم لوكال، كابي لي الفايل ده هناك واديه لهدوب ماب ريديوس. هيكابي شويه الفايل كبير بتاع 500 ميجا فهتاخد شويه وقت. خلص كابينج اهو، خلينا نتاكد ان الفايل موجود. عايز اعمل ls على يوزر اشوف موجود ولا لا. ابص هناك في ls يوزر هلاقي ان الفايل اتنقل، اللي هو الفايل الكبير اهو عملاق زي الفل. عايز نشتغل عليه، فكده ده الاوتبوت بتاعي يبقى الانبوت بتاعي بقى هناك ومالوش اكستنشن، مش مشكله. ماشي، فانا كده هقول له خد المابر ده والريديوسر ده وخد الفايل ده والاوتبوت عايزين نسميه مثلا، اقول له cleaned log. ماشي، ده الاوتبوت بتاعك اللي انت المفروض تطلعه لي. ده كده الكوماند بتاعنا، لان نرن نشوف اللي هيحصل. في ايرور، معرفش ايه الايرور، نشوف. في سطور ما بينفعش عليها اللوجيك اللي احنا عاملينه دوت سبليت ده. تمام ماشي، ممكن نعمل تراي اكسبت ونخلص من الموضوع ده. فاللي هنعمله انا هنقول له هنا يا سيدي ايه تراي، جرب انك تسبليت السطر واكسبت الفاليو ايرور، اللي هو لو حصل اي حاجه ما تشتغلش على السطر ده، هات لي سطر تاني سليم. طبعا في العادي المفروض تحاول تظبط المابر بتاعك ان هو يجيب كل السطور، يعني يصلح كله، عشان انت كده يعني بقصد بتطنش داتا، فده مش صح. بس احنا عشان نخلص هنطنش اي حاجه مش هتنفع مع الفورمات بتاعتنا دي. وخلينا نجرب تاني، بس انا كده هحتاج اشيل الاوتبوت. تمام. مش هحتاج اشيل الاوتبوت اللي لسه طالع، اللي هو سميناها كليند لوج ولا سميناها ايه؟ كليند لوج. فيوزر كليند لوج، وعشان دايركتري اقول له rm-r. زي الفل. نجرب تاني، المفروض كده يشتغل دلوقتي بالظبط. كده بيماب ويريديوس، واعتقد ان دي هتاخد شويه وقت اكتر عشان الفايل اكبر من اللي فات، الفايل 500 ميجا اكتر من ضعفين، فاعتقد بتاع دقيقتين تلاته كده ولا حاجه. خلصت اهي، هي خدت شويه كويسين في الواقع عشان الفايل كبير، خدت لها بتاع 4 دقايق ولا 3 دقايق ولا حاجه. المفروض ان انا بكتب التايم تيكن يعني، بس مش شايفه. جي سي تايم elapsed، بس لا مش دي ملي سكند. المهم يعني هو خد شويه وقت. خلينا نشوف الاوتبوت عامل ازاي، بس طبعا الاوتبوت يبقى اكبر من ان انا اقدر اعمل له كات في التيرمينال. بس والله ممكن اعمل له كات في التيرمينال، مش هخسر حاجه يعني. فماشي، خلينا نعمل كات للاوتبوت، هيبقى انا اسمه بارت. ممكن نشوف نعمل ls الاول نتاكد ان كل حاجه تمام. تمام successful part 000، واصغر شويه عشان احنا شلنا شويه داتا يعني، بس بزال كبير، لازال عباره عن 400 مليون بايت، اللي هو 400 ميجا يعني. تمام، خلينا نشوف هكات بعد كده بقى كنسلها. كات بارت 00000 هتلاقي اوتبوت خلاص بالظبط. فده شكل الاوتبوت بتاعنا. فاحنا كده عملنا نظفنا اللوج وخليناها بصيغه نظيفه، اقدر احطها في داتابيس وحاجات الداتا اناليسيس، واقدر اعمل عليها الكويريز اللي انا عايزها. بشوف مثلا ايه اكتر صوره بتطلب على الويب سايت فاخليها افيلبل اكتر، اعمل منها كاش بحيث ان انا مش كل مره اقعد الودها كده يعني. ممكن تعمل اي اناليسيس انت عايزه على اي سيرفيس انت بتقدمها، دي الطريقه اللي تقدر تعمل بيها كده. ده الاستخدام الاشهر برضو للهادوب ماب ريديوس في الاي تي ال. في اي اي تي ال اللي هو extract transform and load، دي فكره الترانسفورم واللود، اللي هو انت بتطلع الاوتبوت
اللي ممكن تلودوا الاوتبوت النظيف المعتبر اللي هو شكله مترتب، اللي ممكن تلوده في داتابيس تعمل بيها اي حاجه انت عايزها. دي كانت سلسلتنا عن الهدوب ماب ريديوس. لو عندكم اي اسئله اسالونا طبعا على فيسبوك او على كومنتس في الفيديوز او صفحتنا برضه على جوجل بلس. في الفيديوهات الجايه ان شاء الله في المواضيع الجايه ممكن برضه نحاول نعمل حاجه بسبارك، ونشوف لو نعمل داتا اناليسيس بجد على داتا سيت مثلا، نشوف ايه الاناليسيس ممكن يتعمل. بس اهم حاجه لو عندكم اسئله اسالوها لنا عشان نعرف نشتغل على ايه بعد كده يعني. شكرا لك.